الآن. هل كعربي تبدو لك هذه اللغة مألوفة؟ هل تشبه هذه الملامح أولئك الذين تعرفهم من السودان؟ هذه المعركة يبدو أنها في مكان ما بأمريكا اللاتينية، لكن ما هذا؟ وجه مألوف يبدو أنه سوداني، والحقيقة أن هذه أرضه، ويقاتل في الجانب الآخر سودانيا مثله. هذه أرضه أيضا. أما هؤلاء الذين لا يعرف أي من الجانبين لغتهم جاءوا من قارة أخرى مقابل آلاف الدولارات، لا يعرفون الأرض التي يسيرون عليها ولا القضية التي يقاتلون من أجلها. وهذا جزء مختصر من إجابة تشرح الجانب المظلم من تجارة الحرب في السودان. قبل أشهر، حين كان نحو 260 ألف شخص محاصرين في الفاشر، كانت قوات الدعم السريع تقف على تخوم المدينة رافضة دخول الطعام والشراب، وتقتل كل من يقع تحت أيديها أملا في السيطرة عليها. لكن سقوط الفاشر كان صعبا، ولأجله كان كل شيء مباحا حتى القتال بالنار. وهنا ظهر المرتزقة. 300 فرد من كولومبيا ظهروا لأول مرة في نيالا غرب السودان بملابس تشبه ملابس قوات الدعم السريع، لكن بمستوى أعلى، مدججين بأسلحة أحدث وأقوى. كولومبيا، البلد الذي يتمتع بطبيعة ساحرة في أمريكا الجنوبية، أرهقتها الصراعات الداخلية المسلحة لسنوات، والتي تشبه في شدتها تلك الحاصلة في السودان منذ سنوات أيضا. لكن الصراعات في كولومبيا كما خلفت قتلى ونازحين ومفقودين بمئات الآلاف، خلفت أيضا فائضا من المقاتلين انشقوا أو سرحوا. قدرتهم وزارة الدفاع الكولومبية بنحو 20 ألفا بين عامي 2017 و2022. هذا بخلاف ما يزيد على 10,000 يحالون إلى التقاعد سنويا من القوات المسلحة الكولومبية في سن 40 تقريبا، مع معاشات تقاعدية منخفضة وخيارات إعادة تدريب محدودة. كل هذا يحدث بالتزامن مع تعثر الأوضاع الاقتصادية، ما جعل كولومبيا تزخر بعشرات الآلاف من المقاتلين دون عمل، في وقت تنمو وتزدهر فيه الصراعات في العالم أجمع، وتبحث الدول المتصارعة عن مقاتلين. وهنا ظهر دور وكالات الحروب. عبر إغراءات مالية ووعود بعقود عمل وهمية في بلدان عربية وأفريقية، بدأت عملية استقطاب المقاتلين الكولومبيين إلى السودان. العملية تبدو معقدة في تفاصيلها، لكنها واضحة الملامح والخطوات. تبدأ بعرض عمل لحراسة منشآت نفطية أو أمنية في إحدى البلدان العربية براتب يصل إلى أكثر من 2600 دولار للجنود و3400 دولار للرقباء. لكن كنوع من الضمان وعدم تتبع الأمر قانونيا ودوليا، أبلغ المقاتلون فتح حسابات في بنك نورث انترناشونال، وهو بنك مقره في أنتيغوا وبربودا، وهي من دول الملاذات الضريبية. بعد التوقيع تبدأ الرحلة بفحوص طبية في العاصمة الكولومبية بوغوتا، ثم النقل جوا عبر أوروبا إلى إثيوبيا، ومنها إلى قواعد عسكرية في مدن إفريقية حينا وعربية أحيانا أخرى، ثم إلى المحطة الأخيرة في نيالا بالسودان. هنا يدرك من ظنوا أنهم جاءوا لحراسة منشآت أنهم في خضم حرب ضروس في بلد من المحتمل أنهم لم يسمعوا عنه مسبقا. الدفعة الأولى لم تسلم من الجيش السوداني والقوة المشتركة للحركات المسلحة في دارفور، إذ قتل بعضهم على حدود المدينة حتى قبل دخولها، ولم تستطع كولومبيا استلام جثثهم، فيما استطاع البقية النجاة والمشاركة في عملية القتال. الشعب السوداني يعاني من المرتبلة. شوفوا يا جماعة، زول ده سوداني، زول ده سوداني، جنسيات كيف شنو ما أعرف. وشوفوا ده ما سوداني ولا. رغم ذلك تطورت الخطة لإرسال 3 كتائب من المرتزقة الكولومبيين إلى السودان، ما بين 1500 و1800 مسلح. تنوعت مهماتهم بين القتال ومهمات أخرى أكثر فظاعة. هنا مقاتل كولومبي يستمع لأغنية بلغته الأم في عربة مصفحة رفقة مجموعة من أقرانه، ومعهم ما يبدو أنهم أفراد من الدعم السريع.
هذا المشهد قبل مهمة أخرى أوكلت إلى الفريق الكولومبي تختلف في جوهرها عن إسقاط الفاشر. تتطلب المهمة حسب ما أوضح تحقيق صحفي لصحيفة الجارديان تدريب مجندين سودانيين لم يحملوا سلاحا قط، معظمهم من الأطفال والمراهقين، على البنادق والرشاشات وقذائف الRPG، ثم إرسالهم إلى القتال على حدود الفاشر. هذه المهمات غير الإنسانية جعلت بعض المقاتلين والمتدربين أيضا يرغبون بالفرار ويضعون خططا مشتركة لذلك. لكن وبحسب الجارديان شيدت قوات الدعم السريع جدارا بطول يقارب 35 كيلومترا حول حدود الفاشر وأعدموا من حاولوا الفرار. سقطت الفاشر في أيدي قوات الدعم السريع بعدما ظلت تحت الحصار أكثر من 500 يوم. هذا التطور الذي لم يكن ليحدث إلا بمساعدة المرتزقة الكولومبيين في القتال والتدريب. بينما تعتذر وزارة الخارجية الكولومبية ويناشد الرئيس الكولومبي ما وصفهم بالشباب المخدوعين الذين ذهبوا للقتال في إفريقيا بالعودة إلى ديارهم، لكن الأمر تجاوز ذلك بكثير، إذ شاركت تلك المجموعات في عمليات قتل خارج نطاق القانون بعد دخولها الفاشر، وهو تكتيك تتبعه الدول والجماعات المسلحة منذ عقود يمنحها مسوغا معقولا للإنكار في الحالات التي يريدون فيها الالتفاف على القانون الدولي أو اتباع استراتيجية لانتهاك حقوق الإنسان وتنفيذ عمليات ترتقي إلى جرائم حرب، لكن دون محاسبة. فالأمر سهل وبسيط، يمكنك تصفية من تشاء بأفظع الطرق ثم إلصاق التهمة للمرتزقة، وإذا أسروا من الجانب الآخر سيقتلون، وإذا نجوا تتبرأ منهم. المدي هنا والبقى هناك، المدي هنا والبقى في كولومبيا.